يا صباح الخير. سام سموي از باك. النهارده هاخدكم فلوجاوي. المفاجأة الكبرى دي أول كارديو سيشن أعملها في حياتي. بصوا يا شباب، أنا قلت لكم أنا مش بلعب بطولة عشان سربرايز وأنا على المسرح وهو ده اللي حصل. أنا بلعب بطولة عشان أخدكم معايا الإكسبيرينس وأقول لكم بعمل إيه بالظبط وباكل إيه وباخد إيه وبتمرن إزاي وإيه الخطة وإيه الصعب وإيه السهل وإيه البدايل. فبشارككم الرحلة وأتمنى تستفيدوا. وانا الحوارات اللي هقولها دي كلها بيزد على الكومنتس والاسئله بتاعتكم. طيب، فاضل 10 اسابيع على الماتش، يعني شهرين ونص. حلو. بعد ما عملت بالكينج رجعت في كلامي وقلت مش هلعب بطوله لاني وصلت الجسم حلو قوي، ما كنتش متخيل ان انا هوصل له، وانا كنت عايز هدف اني ارجع يعني. بعدين مدرب جورج فرح قال لي ايه، ها يلا تنشيف، قلت له يلا. بعدين بعد ما بعت لي الدايت مش قادر ارجع بقى التزم بالدايت لانه مشكلتي في طبيخ الدايت. انا فرفور شويه، بحب اكل اكل فريش وبتاع. اخري اطبخ في نفس اليوم كل الوجبات، بس اطبخ واحط في الثلاجه وكده، ده كان عندي تشالنج. وبعدين لقيت نفسي بدات اتوه كده، ما عنديش هدف بقى ومش عارف اخد ايه، مش عارف اكل ايه، مش عارف اعمل ايه. وبدات اتشيت في الاكل. جسمي حلو وكل حاجه بس بدون هدف ما في. ف قعدت افكر هو انا ليه بعمل ده اصلا. انا قلت صح، ده كان حلم من احلام حياتي وانا صغير ان العب بطوله، فيلا نلعب بطوله. فاهم يا سموي، انت مدرب معروف ومش عارف ايه والعين عليك، لو ما كسبتش مش تبقى حلوه. وناس تانية يا عم مالك ومال اللعب، ركز في شغلك وبتاع. في الاول وفي الاخر أنا بعمل ده عشاني. لازم تتعلم تبدا تعمل حاجات عشانك، يعني مش قصدي يعني، بس طز في كلام الناس يعني. يعني في الاول وفي الاخر محدش له عندي حاجه، كيفي هفضل مدرب جامد وهفضل انجازاتي موجوده. كلاعب بقى انا بجرب عادي، وين اور لوز اكسبيرينس. المهم خدت القرار من اسبوع ان انا هلعب، فانا بقالي كده اقل من اسبوع ملتزم. جورج بعت لي خطه جديده، خليني اقول لكم الخطه عامله ازاي. المفروض ان اصحى اعمل فاستد كارديو، ده اول يوم اعمله. بقالي اسبوع انا عمري في حياتي ما عملت كارديو في حياتي، فانا مش متخيل لو عملت كارديو جسمي هيبقى عامل ازاي. انا قعدت شويه قبل ما اعرف اشغل الجهاز ده ازاي. المهم الدايت بتاعي 5 وجبات تقريبا. الوجبه الاولى بياض بيض وشوفان وبيريز، والوجبه الثانيه فراخ ورز، اللي بعديها سمك ورز، اللي بعديها لحمة وبطاطس، والأخيرة تقريبا فراخ وبطاطا. لسه الأكل كتير، أكل مقلش ولا حاجة. بنشف شوية، هوريكم دلوقتي أخلص شوية كارديو ونعمل بوزنج مع بعض. فبالعكس عايز أعيش الإكسبيرينس وخلاص. أنا لاعب، مش عايش دور بقى المدرب، ويعني ايه حد يعلمني، يعني ايه حد يقول لي انا عارف كل حاجة. حتى لو عارف كل حاجة وحتى لو اعرف اعمل كل حاجة، كده مش بعيش اكسبيرينس اللاعب. عشان تعيش اكسبيرينس اللاعب مساعدة من كل حد في البوزنج. وقاضي صديقي عزيز اللي مرنته سنين في حياتي، حان وقت البي باك. بقى هو يمرني في الجيم دلوقتي ساعات، يعني لما بلاقيه في الجيم بخليه هو اللي يديني كام تمرينه. ولعبنا اكشلي مع بعض تمرينة رجلين. دي نقطة برضه، انا مركز على رجلي قوي، ما اعرفش ليه، مع ان هلعب فيزيك، بس اكتر عضلة متحمس لها وعايز اقويها عضلة رجلي. طيب بناخد ايه؟ طبعا ناس كتير عايزة تعرف طبيعي ولا لا. لا مش طبيعي، اتمرن جامد قوي لدرجة انا خايف اتصاب، ما اعرفش ليه، فلازم اركز في التمرين شويه عشان ما يجيليش اصابات. اتمرن 4-5 ايام في الاسبوع، تمرين ساعه، بلعب رجلين، ظهر، ساعات مع الظهر ترابيس وكتف خلفي وباي، وبعدين تشيست، ومع التشيست ممكن العب شويه تراي. بعدين ساعات بلعب كتف وساعات بسكيبه عشان كتفي كبير مش عايزه يأفور. لو لعبت كتف بلعب برضو معاه تراي وبركز على الترابيس اكتر. سبلمنتس قليل جدا جدا جدا، باخد بري ورك اوت، كرياتين، مالتي فيتامين، فيتامين سي،
لسه مدخلهولي، كنتش باخده. بس هو جورج ما بيحبش السبلمنتس قوي يعني. وهايدرو واي. انا بقى اللي مش بحب البروتين. يعني هو قال لي زمان كان كازين وهايدرو واي، بعدين قلت له مش عايز. قال لي هتاكل زياده، قلت له مش قادر. قال لي ما تقرفنيش، شوف لك حل. فبقيت اخد الهايدرو بس. انا شايف انه جسمي مش بيحب البروتين، حتى انضف ارقى نوع، لان انا مش تمام مع اللاكتوز. فاي حاجه فيها لاكتوز. جربت فتره اعمل ايه بقى؟ اخد digestive enzymes. ده مكمل في انزيمات هضم كل حاجه، كارب، بروتين، فات، لاكتيز اللي هو انزيم اللي بيهضم اللاكتوز. بس في الاول وفي الاخر ليه بعمل كل ده؟ خليك ذكي وامشي مع جسمك. اللي جسمك بيحبه خده. ليه تاخد حاجات جسمك ما بيحبهاش؟ يا لهوي رجلي ولعت. هوصل لحاجه عمري ما وصلتها في حياتي. دي الحاجه الوحيده اللي محمساني. انا عمري عملت كارديو، عمري يعني لعبت انا 3 ماتشات في حياتي. واحد كنت في الجيش اصلا، كنت مجبر العب، فطبعا يعني بقلل الامكانيات. وكان ذا شو بتاع. وفتحت يوم الماتش ما عرفتش اقفل. خدت تشيت ميل وبس، ما تفهمش اللي حصل، اتجننت. كلت كل حاجه، حتى قاضي ساعتها بيقول يا ابني في ايه يا ابني، وسهيب وانا مش قادر اوقف. كلت كل حاجه في العالم. كنتش ديسيبلين زي دلوقتي. وقبليها لعبت اول ماتش قبل ما كان يبقى فيه فيزيك، كان في حاجه اسمها فيتنس او حاجه، والله نسيت. كان في اكسجين، كان ببنطلون وتبقى قالع فوق. انا عندي برضو كده كده مش عارف العب كلاسيك ولا بودي بيلدينج عشان حادثه رجلي الشمال اصغر من رجلي اليمين، فمش هينفع العب اي حاجه فيها رجلين عشان مش هيطلع سيمتري. في حته متاكله من رجلي الشمال من حادثه الموتوسيكل. بس يا سيدي، حاسس انا بقيت عصبي شويه في التمرين، فعايز اخلي بالي عشان ما اتصابش. بتمرن جامد وبخرج عادي وبروح وباجي وعندي شغل. مرن كلاينتس في الجيم. كل الكلاينتس التيم بتاعي كله اتحسن اوفر. بقينا تيم مرعب في الجيم. كله ما شاء الله عمل مستوى جديد خالص. والاونلاين زي ما انتم عارفين يعني الحمد لله دي عندي موهبه يعني، وعندنا تيم قوي. فالاونلاين برضو ماشي حلو قوي، وشباب كتير سخنوا وبيحضروا معايا، وبنشارك بعض بقى. بقول له اسمع انا حاسب كذا، باخد كذا، بعمل كذا، انا شفت 5 دقايق كمان ونبوز اوريك وصلت لايه. I love you. شكرا للتشجيع. سام سموي you're the best. اذا هو ده شكلي دلوقتي، ده الشيب بتاعي. كبرت، نشفت شويه، بس طبعا مش نشفان بطوله، لسه في ميه وفي دهون. بلعبش بطن، هبدا العب بطن. طبعا كل بوزاتي ببوز بمزاجي يعني، مش ببوز فيزيك. طب تعال نجرب فيزيك. صح، على فكره بصوا من هنا ورايح الفلوجات اللي انتوا هتكتبوه انا هعمله. فانت عايزني بقى اصور لكم الدايت وانا بطبخ وانا باكل، اروح لحد يعلمني بوزنج فيزيك، نصور ده. تمرين، اوريكم تمريني. اسالوني اسئله صراحه بقى، اسئله بيرسونال، ما عنديش اي مشكله. اللي انتوا هتكتبوه انا هصوره من هنا ورايح. البوست ده عجبني قوي بس مش عارف اظبطه كده. بحس دي تمام، دي بقى مش عارف بقى المفروض بنقي سايد ولا السايدين، والفرونت بتعمل ازاي. هنشوف، لازم اشوف حد يعلمني بوزنج فيزيك. ما بلعبش دراع قوي، عايز اركز على الدراع شويه، بس مش عارف برضو، اخاف يكبر قوي. كتف ده اللي مش عارف اعمل فيه ايه، بيكبر بس. المفروض ظهري اللي كان ضعيف، فانا المفروض شديت على ظهري اخر فتره يعني. هي ووب بوف. اذا اللي انتوا عايزينه انا هصوره من هنا ورايح. فقولوا لي اصور ايه. عندكم تمرين بوزن، كارديو، قعده صراحه، طبيخ، كل حاجه اللي انتوا هتكتبوه من هنا ورايح الفلوج الجاي.
بصوا انا محتاجكم تشجعوني، وانا محتاج برضو اكوميت، فعايز نرتبط ببعض، فتسالوني اجاوب كده، اشارككم الرحله، فاحس ان انا في ناس معايا في الرحله وبتاع، لان انا مش فارق معايا النتيجه على قد ما فارق معايا الرحله. عايز اتبسط. والناس اللي بتكتب كومنتات سخيفه عادي، يعني خلاص كبرت، انا مشهور بقالي شويه يعني، فتعودت، مش بيأثر فيا يعني، فاهم؟ من انتم؟ والناس اللي بتشجعني هي اللي عملتني اصلا، فانا مدين لكم بكل شيء. فشكرا جزيلا وجزاكم الله خير، وانا عايز افيدكم، فاهم؟ فانتوا اكتبوا لي وهقول لكم بالظبط، انا صريح جدا، هقول لكم كل حاجه بصراحه. ولحد الماتش يعني هتعيشوا معايا الرحله لحد الماتش. وبرضه يعني ان شاء الله انا هعمل حاجه حلوه يعني مش هستسلم بسهوله، مستحيل يعني، مستحيل. فلازم ارجع بميداليه ايا كان يعني، حتى لو ميداليه مفاتيح. والله دمي خفيف. اذا سامسون موي، we're out. I love you. شجعوني. And we are out. Let's go.